السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية من عند الله طيبة مباركة. أصدقائي أعزائي أحبابي، نبدأ حديثنا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالأمس في الليلة الماضية لعب نادي الأهلي مباراة مع نادي انتر ميامي الأمريكي في ميامي في أمريكا، ولعب شوطا جميلا. الشوط الأول كان متفوقا لأبعد ما نتصور أو نتخيل، فقد ساد الأهلي المباراة وكان ندا قويا ولعب مباراة عالمية. أصيب اللاعب الأول في مصر إمام عاشور في كتفه، وكان هناك ضربة جزاء. المفروض أن ضربة الجزاء شوطها زيزو، إلا أن تريزيجيه تصدى لها وضيعها. فإذا اليوم كما رأينا جميعا يتفنن جمهور، لا أحب أن أذكر اسمه على لساني، يتفنن في كيف يكون جمهورا رخيصا، بيبحث عن الرخص. ازاي ابقى رخيص؟ ازاي ابقى جمهور ندل؟ ازاي اكون جمهور مالوش اصل ولا فصل؟ ازاي اكون جمهور يعني ابتعد بل تخلى عن الاخلاق نهائيا، ابتعد وتخلى عن الانسانيه. جمهور وضيع، ومنهم بعض إعلاميين أوضع من الجمهور، لأنهم يقودون الجمهور إلى مثل هذه التفاهات. كيف أن رجلا أو لاعبا قد أصيب يعني يتفننون في إيذائه أكثر بألفاظ بذيئة، ويشمتون في إصابته. ما عودنا ديننا ولا أخلاقنا ولا إنسانيتنا على أن نشمت في المريض. لا أدري من أين أتوا بهذه الأخلاق البذيئة. إعلاميين لابد أن ينتهوا، يندثروا، يداسوا بالأقدام، لأنهم يقودون حملة قذارة ضد إمام عاشور، اللاعب المصري الأول في مصر، لاعب منتخب مصر. يفعلون فيه هكذا. لك الله يا إمام، ولك الله يا رياضة، ولك الله يا مصر، وعافانا الله وعافاكم من مثل هذه أقول إيه التفاهات، مثل هذه مش لاقي لها اسم، والله ما لاقي لها اسم. الأشكال دي الواحد مش لاقي لها اسم، إلا إنهم ناس رخيصة، ناس رخيصة، يعني ما لهمش أي ملة ولا دين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.